السلام معكم ديسبوس جاي. واليوم غنديروا التوقعات ديال دوري 16 ديال لا كان 2025 بالمغرب. نبداو بماتش ديال مالي وتونس، ماتش صعيب ومالي كتعرف تلعب كره في لافريك. ماتش غادي يكون وسط الشتاء والريح اللي غادي يوصل حتى ل 50 كيلومتر في الساعه. بالنسبه ليا مالي وصلت لربعه ديال لي دومي فينال من 2005 من 25 عام الاخرى. غادي تخلق الفريق بلانتيات بعد الماتش اللي غيسالي 1-1. مالي غدوز. ندوزو للسنغال والسودان اللي الماتش اللي غطيح فيه الشتا بزاف وغيكون فيه شويه د الريح واخا هكاك، ولكن بالنسبه ليا السنغال بالخبره ديالها وبالقوه ديالها البدنيه غادي تخلق الفريق. ماتش كيتربح ب2-0 للسنغال. ندوزو للماتش الثالث اللي هو مصر مع البنين. بالنسبه لي هذا الماتش اللي غيماركي فيه هو الاول، غادي يربح. البنين بينات بلي راه عندها واحد النيفو مزيان وبلي راه الا رجعت دفاعيا صعيب انا كتماركي عليها. وزيمبابوي بينات لنا انها تقدر تخلق مشاكل كبيره لمصر خصوصا دفاعيا، وخاصها ان صلاح ومرموش يلعبوا مزيان باش يقدروا يرجعوهم في النتيجه. كيبان ليا بلي صعيب الحال على مصر الا تماركي عليها هي الاولى. التوقع ديالي هو ان البنين غادي تربح. ندوزو اصعب ماتش بالنسبه ليا اللي هو الكوت ديفوار مع بوركينا فاسو. بوركينا فاسو ما بينتش كثير، ولكن الكوت ديفوار لعبت بواحد النيفو كبير. مي مالوغوزمون بالنسبه ليا بوركينا فاسو هي اللي غتربح، حيتاش اللعنه ديال حامل اللقب ديما كتضرب في لاكوب دافريك. كوت ديفوار اوت. ندوزو لماتش اخر غيأثر عليه الشتاء والريح اللي هو جنوب افريقيا والكاميرون. جنوب افريقيا كيف كنعرفوا ديما كتماركي بزاف وكيتمارك عليها بزاف، والكاميرون كان عندها فوضى قبل ما يبدا الكان. واش غادي يقدروا يفوتوا هذا الشيء ويوصلوا للكارت فينال؟ بالنسبه ليا جنوب افريقيا غدوز. تقدر تكون في الوقت بدل ضائع 2-1. ندوزو للماتش اللي كنتسناو كاملين اللي هو المغرب وطنزانيا، واللي المغرب كنتمنى انه يربح. بالنسبه ليا غادي يربح 1-0 ولا 2-0 باداء يقدر يكون غير مقنع، ولكن بحال هاد الماتشات كيتربحوا خصو يماركي دغيا، حيت كيف ما شفنا في الماتشات الفايتين ملي كنماركو حنا الاولين بكري كنربحوا الماتش. طنزانيا ما سهلاش، خلقت مشاكل كبيره لتونس. ندوزو الماتش اللي قبل الاخر اللي بين الجزائر والكونغو الديمقراطيه، واللي ما صعيبش بزاف غير حيت الفريقين مقاربين في النيفو، ولكن الجماهير ديالهم ما كيسكتوش وبقاو عاطينا الهضره بيناتهم بزاف. الجزائر داروا واحد الاداء قوي في المجموعات، وبالنسبه ليا مع المغرب هما اول مرشحين للفوز باللقب. كيبان ليا بلي الكونغو غادي تماركي، ولكن الجزائر غادي تربح ب3-1. ندوزو للماتش الاخر اللي بين نيجيريا وموزمبيق. ماتش اللي غيتلعب في واحد الطقس صعيب بزاف، 3 ملم كل 3 سوايع ديال الشتاء. بالنسبه لي على الورق نيجيريا احسن منتخب في هاد لاكوب دافريك، بنديدي ايوبي ولوكمان في الوسط، ولكن هادشي ما غيكفيش. وبالنسبه لي في هذا وسط الجو هذا كامل موزمبيق غتخلق مفاجاه، غتربح ب1-0 ونيجيريا حتى هي غتخسر.